مرحبا بكم متابعينا الكرام في فيديو اليوم عن موعد مباريات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. قبل البداية دعنا نذكر بنتائج مباريات الذهاب. في المباراة الأولى فاز أرسنال على مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدف مقابل لا شيء من تسجيل كاي هافرتز في الدقيقة 91. وفي المباراة الثانية فاز بايرن ميونخ الألماني بهدفان مقابل هدف على مضيفه ريال مدريد الإسباني، حيث سجل هاري كين الهدف الأول في الدقيقة 46 ولويس دياز في الدقيقة 41، كما قلص الفارق كيليان مبابي في الدقيقة 74. وفي المباراة الثالثة فاز أتلتيكو مدريد الإسباني على مضيفه برشلونة الإسباني كذلك بهدفان مقابل لا شيء من تسجيل كل من جوليانو ألفاريز في الدقيقة 45 وسورلوث في الدقيقة 70. أما المباراة الأخيرة ففاز فيها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه ليفربول الإنجليزي بهدفان مقابل لا شيء من تسجيل كل من ديزيري دوي في الدقيقة 11 وكفارات سيخيليا في الدقيقة 65. أما الآن فلننتقل إلى مواعيد مباريات الإياب. في المباراة الأولى يستضيف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني نادي برشلونة الإسباني كذلك، وذلك على أرضية ملعب الرياضير متروبوليتانو على الساعة 7 بتوقيت غرينتش من يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، وتبث هذه المباراة على قناة بي إن سبورت 2. وفي المباراة الثانية يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك على أرضية ملعب أنفيلد على الساعة 7 بتوقيت غرينتش من يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، وتبث هذه المباراة على قناة بي إن سبورت 1. وفي المباراة الثالثة يستضيف نادي بايرن ميونخ الألماني نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك على أرضية ملعب أليانز أرينا على الساعة 7 بتوقيت غرينتش من يوم الأربعاء 15 أبريل 2026، وتبث هذه المباراة على قناة بي إن سبورت 1. وفي المباراة الأخيرة يستضيف نادي أرسنال الإنجليزي نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وذلك على أرضية ملعب إميريت ستاديوم على الساعة 7 بتوقيت غرينتش من يوم الأربعاء 15 أبريل 2026، وتبث هذه المباراة على قناة بي إن سبورت 2. كان هذا كل ما لدينا في فيديو اليوم. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم جديد قناتنا، ونلقاكم في فيديو قريب بإذن الله.